بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي المتابعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل كل شيء نصلي على الرسول. طبعا هنا انا بعاني من الضغط العالي، فقلت يعني كده ايه، كنت تعبانة جدا وقلت وما زلت والله، حتى يعني وشي باين عليه، بس الحمد لله على كل حال. قلت اغير المود كده ويمكن افوق انزل افطر برا. بصراحة يعني فكرة ابني يعني انا اغير الجو كده شوية، فجبت السندوتشات دي من عند جاد، جميلة جدا ما شاء الله، حلوة. بس السندوتشات غليت الصراحة يعني. وده بانيه البطاطس، ورأيي فيه سندوتشات طعمية حلوة جدا، والفلافل والفول. لكن البانيه عادي، اللي هو البطاطس ده بانيه بطاطس، يعني ممكن حتى نعمله احنا بعجين. وطبعا طريقة العجينة سهلة، البيض واللبن والتوابل وكده، فتبقى أحلى يعني، أحلى من البانيه ده. فما شاء الله حلوة الطعمية جدا جدا. ده اللي في الدقي ياسر جاد، وطبعا فوقه على طول معامل الشمس. وكنت قبلها بيوم كده حبيت برضو اجرب العبد في الايس كريم زبدو، برضو قال لي حلو قوي ابني، فانا قلت له لا انا عايزه الشوكولاته. جبت الشوكولاته على زبدو، بس يا ريتني ما جبت الشوكولاته، بجد بجد ايس كريم زبدو روعه، روعه روعه في العبد في وسط البلد. رائع رائع. يا ريتني ما جبت بقى اللي تحت ده الشوكولاته بجد، يعني يا ريتني كملتها. آه مش عايزه اقول سعرها، انتوا بقى تكتشفوا بنفسكم العبد، يعني حاجه جميله جدا. بس بصراحه الايس كريم ده تحفة الزبادو. لايك بقى واشتراك، لايك بقى واشتراك للقناة. ربنا يبارك فيك ويرزقكم الخير كله. نفسي القناة تكبر قوي، يا ريت بس تشجيع منكم كده، وتعملوا لايك والاشتراك عشان في فيديوهات حلوة كتير جاية ان شاء الله.